السلام عليكم، شلونكم حبايب قلبي؟ يا رب الكل بخير. اليوم حبيت أقدم لكم فطائر بطريقة جدا سهلة. هنا عندي 10 أكواب كوب القياس من الطحين. مبدئيا أحتاج كوب من المي، نص كوب من الزيت، ملعقة طعام من الخمرة، رشة ملح، رشة سكر، وعندنا أيضا نص كوب من الروبة أو اللبن الرائب، وعندنا راح ناخذ من البيكنج باودر. بالنسبة للحشوة دجاج وبصل، صدر دجاج. بالنسبة للبهارات أحتاج الزنجبيل مطحون، شوية كمون، فلفل أسود، كاري، والبابريكا. هاي بالنسبة للبهارات، وبعدين نخلي لها الملح. بالبداية نسوي العجين. مبدئيا فرغت كوب من المي، خليت الخمرة شوية سكر حتى تتفاعل. نبدي نخلطها، راح نعجنها بالإيد. إذا حبيتوا تعجنوها بالخلاط أو بالعجانة الكهربائية تقدرون. بالنسبة لملعقة البيكنج باودر راح أخليها مباشرة على الطحين، والملح حسب الرغبة. خليت ملعقة وربع بالنسبة ل10 أكواب من الطحين. والروبة نخليها والزيت على المواد السائلة. هنا همين ضفت مي، وراح أبدي أنزل الطحين. نبدي نعجن. بالنسبة لإضافة المي تدريجيا، تكون مو هواية لينة بحيث نقدر نشكلها أي شكل إحنا نحبه. هنا من بعد ما تجمعت عندي راح أبدي أعجنها على الطاولة. هواية أسهل، يعني أنا متعودة بصراحة بالنسبة للكميات الكبيرة أو البسيطة عادي، يعني أقدر أسويها على الطاولة مالت المطبخ. ما تاخذ وياكم شي 5 دقايق وتكون ملسة وما بيها أي تكتلات. تصبح بهالطريقة. راح أقطعها بالوسط. هنا بدل ما أخليها تختمر بالنجانة، راح أشكلها على شكل أقراص وأخليها تختمر بالصينية، بحيث بين ما نسوي الحشوة راح نلقى الأقراص مختمرة بمكانها ومشكلة وجاهزة. بس نبدي نفتحها ونشكلها على شكل الفطائر، يعني حتى ما ندخل بمرحلتين، هيجي أسهل بهواية. فناخذ القطع مالت العجين ونسويها كرات، بس ندحرجها على الطاولة تصبح عندنا بهالشكل. نغطيها بالبلاستيك راب ونخليها على جهة تختمر براحتها بين ما نسوي الحشوة على السريع. الحشوة ما تاخذ وقت ويانا. نثرم البصل وسط أو خشن، خليه يطاوع على النار. نخلي لها شوية زيت، خليتها شوية تسخن أو تحمى. ننزل بيها البصل، تقليب مستمر لحد ما يتذبل، بين ما نسوي صدر الدجاج نقطعه. نشيل من عنده هذه الجلد الزايد. نبدي نقطع على شكل مكعبات صغيرة بالطريقة هذه. هنا جهز عندنا من بعد ما ذبل شوي البصل بين ما ثرمنا الدجاج. طريقة هواية سهلة، وهاي الفطائر
صح كمية كبيرة، يعني بالنسبة للوصفات الاعتيادية، يعني 10 أكواب كوب القياس من الطحين تعتبر أكثر من الاعتيادية. فرغم ذلك راح تشوفون بوقت قصير راح نسويها، بين ما خلينا العجينة شوي ترتاح ومشكلينها على شكل أقراص. احنا راح نسوي الحشوة، بس ينشف ويتغير لون اللحم خلينا البهارات. هنا رشة بسيطة من الثوم الباودر، وبعد ذلك خليت تقريبا كوب من المي، خليها تتهدر على نار هادئة. رشة هيل بسيطة تعطي طعم هواية طيب للحم الدجاج. هنا راح استخدم ايضا جبنة الموزاريلا، اذا يعجبكم تضيفون هذه الاضافة. هنا عندنا الاقراص مرتاحة ومختمرة بنفس الوقت وجاهزة للتشكيل. نفتحها بالشبك اليدوي الصغير او بالاعتيادي. وبالنسبة لتشكيلها جدا سهلة، نقطعها نوصل للوسط وبعد ذلك نسوي هذه الشرائح. نخلي الحشوة بالوسط أيضا، قليل من جبنة الموزاريلا، ونبدي نطويها نغلفها. يصير عندنا مثل القوقعة أو مثل الشيلز، شكلها هواية حلو وسريعة. نسوي واحدة ثانية نفس الطريقة. بالبداية نفتحها، نقطعها بالوسط تقريبا ونسوي هذه الشرائح حتى تعطينا شكل الشيلز. نخلي كمية من الحشوة فوقها جبنة موزاريلا ونغلقها. هذا يكون شكلها. راح أكمل كل الكمية وأرجع وياكم. طبعا لما كملت عندي الصينية الأولى شغلت الفرن على درجة حرارة عالية، يعني أعلى من الوسط، تقريبا 500 أو 450 فahrenheit. خليتها على الرف الأول. أول ما بدأت تاخذ اللون الذهبي من الأسفل شغلت الفرن من الأعلى، ولحد ما يصير عندنا هذا اللون الذهبي الجميل. هواية طيبة، أنصحكم بتجربتها. هذا يكون شكلها النهائي. أتمنى شاركون هذا الفيديو بين الأصدقاء حتى الجميع يستفاد. في أمان الله.